زي ما في ناس بتخاف من الفشل، في ناس تانية بتخاف أكتر من النجاح. أيوة، النجاح بيخوف، مش لأنه صعب، لكن لأنه بيطلب منك حاجة محدش بيحب يعملها، إنك تسيب النسخة القديمة من نفسك، إنك تتغير. التغيير بيخض، النجاح بيخليك تقف تحت النور. النور بيكشف ضعفك، مشاعرك، حيرتك وحقيقتك. علماء النفس بيسموا ده fear of success، حالة نفسية بيتجنب فيها الشخص إنه يحقق أهدافه أو يكمل الطريق اللي نجح فيه، مش علشان مش قادر، لكن علشان عقله الباطن بيربط النجاح بالخسارة. زي النجاح هيخلي الناس تنتقدني، أو النجاح هيزود الضغوط، أو النجاح هيخليني أفقد أصدقائي، أو النجاح هيغيرني. وأخطر واحدة فيهم، النجاح هيكشفني، لأن طول ما أنا بفشل أنا في أمان، لكن أول ما أنجح كل الأنظار عليا. أنا دلوقتي حد مهم، ومش أي غلط هيتغفر لي بسهولة. وده بيرجع لأفكار زرعناها جوانا من واحنا صغيرين. الناجحين بيتغيروا، الشهرة بتبوظ الناس، الفلوس بتغير النفوس، ما تطلعش فوق علشان الوقعة بتبقى أكبر. الخوف من النجاح مش بس خوف نفسي، ده كمان طاقة روحانية محبوسة، لأن كل مرة بتقرب من حلمك وتهرب انت فعليا بتخون رسالتك. في حاجة جواك جت علشان تتنفذ، تتحقق، تتخدم، وكل مرة بتقول مش دلوقتي أو أنا مش قدها، الطاقة دي بتتحبس، الروح بتتقل، وتفضل تقول أنا مش لاقي معنى، أنا مش عارف أنا مين، حاسس بتقل مش مفهوم. معظم الوقت حاسس إنك مخنوق، تعبان. التقل ده اسمه وجع الروح المؤجلة. لما تبقى عارف إن عندك موهبة وعارف إنك تقدر ومع ذلك تهرب، ده بيكسر طاقتك أكتر من أي فشل. خليني أحكي لك حكاية. شاب عنده موهبة كتابة مذهلة، كل ما يقراله حد يقوله لازم تنشر، لكن هو بقاله سنين مش بيكمل المشروع، يكتب أول 20 صفحة وبعدين يوقف. مرة يقول أنا مش فاضي، مرة يقول الوقت مش مناسب، مش جاهز. لكن الحقيقة هو مش خايف من الرفض، هو خايف من القبول، لأنه لو نجح هيبقى مطلوب يكمل، هيتسأل امتى الرواية الجاية، هيحس إن لازم يكون على نفس المستوى دايما، وهيبدأ يحس إنه فقد حريته. بس هو نسي إن الحلم لما بيتحقق بيفتح أبواب مش بيقفلها. هو نسي إن الشغف مش بيخليك سجين، الشغف بيحررك. علشان تتجاوز الخوف من النجاح محتاج 3 حاجات. أول حاجة وعي بالسبب الجذري، اسأل نفسك دايما أنا خايف أنجح ليه؟ إيه الخسارة اللي بربطها بالنجاح؟ تاني حاجة خطة تدريجية للانطلاق، ما تبدأش بالحلم الكبير، ابدأ بخطوة صغيرة واختبر خوفك خطوة بخطوة، زي إنك تنشر مقال، صورة، حاجة بسيطة. تالت حاجة دعم نفسي وروحي، اشتغل على علاقتك بنفسك، اعمل تأمل أو جلسة تفريغ مع نفسك واكتب أنا مستحق النجاح، النجاح بيقربني من حقيقتي. افتكر دايما النجاح مش رفاهية، ده مسؤولية وفرصة. موهبتك ممكن تكون مصدر رزق، لو فنان اعرض شغلك على الانترنت، سوق لنفسك، اشتغل حر. لو عندك موهبة روحية ساعد الناس، اعمل كورسات، ارشد ناس محتاجة. النجاح الروحي كمان نجاح، بس محتاج صدق. كل ما استخدمت موهبتك بحب ربنا هيسخر لك أبواب وفرص جديدة. ما تخليش الخوف يسرقك من نفسك، ما تخليش الفشل يكون سبب راحتك والنجاح يكون مصدر قلقك. النجاح الحقيقي هو إنك تواجه خوفك وتكمل. الخوف مش عدو، الخوف مرشد. الخوف بيظهر جنب الحلم الكبير علشان يقولك الطريق من هنا. وكل مرة تحس إنك مرعوب اسأل نفسك لو ما كنتش خايف كنت هعمل إيه؟ حاول تتخيل أسوأ سيناريو هيحصل لو الخوف اللي جواك ده طلع حقيقي. طبعا كالعادة هتقعد في مكان هادي ومريح وتعمل تمارين التنفس، وابدأ تخيل أسوأ سيناريو من وجهة نظرك. إيه اللي هيحصل؟ طب حتى لو اتغيرت، حتى لو غلطت، إيه ممكن يحصل؟ بعد ما تتخيل كل ده قول لنفسك حتى لو ده حصل مش مهم.
وبعديها ابدأ تخيل أحلى سيناريو ممكن يحصل، إنك هتنجح، الناس كلها هتحبك، اللي مش هيحبك هيختفي من حياتك، الدنيا هتبقى زي ما انت بتحلم بالظبط. تخيل كل ده وفي الآخر برضو قول مش مهم. انت كده عملت توازن بين طاقتين جواك، طاقة النجاح وطاقة الفشل. بقى عندك استعداد نفسي للحاجتين، عندك استعداد للنجاح وعندك استعداد للفشل، أو عندك استعداد لأي حاجة تواجهك وانت خايف منها. حاول تنتظم على التمرين ده كل ما تجيلك فكرة أنا خايف. احنا هنعامل الخوف مش على إنه عدو، هنعامله على إنه مرشد، لأنه فعلا بيظهر جنب الحلم الكبير علشان يقولك الطريق من هنا. وكل مرة تحس إنك مرعوب اسأل نفسك، لو ما كنتش خايف كنت هعمل إيه؟ الخوف بيخليك تشك في نفسك، بس الحلم بيرد، أنا مش جاي ألعب، أنا جاي أكمل الرحلة. كل واحد عنده رحلة ورسالة، مش كل الناس عندها حلم واضح، بس لو الحلم عندك واضح وكل ما تقرب تحس بخوف شديد جواك، يبقى ده بالظبط المكان اللي لازم تبدأ منه. الخوف دليل الهدية. هنعمل تمرين صغير، هنجيب ورقة وقلم واكتب في النص اللي فوق أنا خايف أنجح علشان، وأول إجابة تيجي في بالك حتى لو سخيفة أو طفولية تكتبها، وبعدين اكتب تحتها لو نجحت فعلا ايه أكتر حاجة حلوة ممكن تحصل، واكتب من قلبك. واختم التمرين بجملة بسيطة أنا مستعد أجرب حتى لو خايف. اعمل ده كل مرة تحس انك بتهرب، كل مرة تشوف فرصة وتقول مش جاهز، لان الحقيقة ان الخوف مش علامة انك مش مستعد، الخوف علامة انك على الطريق الصح. لو اشتغلت على نفسك بالتمرينين اللي انا قلتهم لك هتحس بالفرق، وفي يوم من الايام هتكتشف ان النجاح مش مرعب. اللي مرعب بجد هو انك تفضل صغير وانت جواك كون كامل. الخوف من النجاح ما بيختفيش بس بيقل كل مرة تقول أنا هكمل. وفي الآخر ما تنساش اللي جاي جواك جاي من عند ربنا، ومحدش يهرب من الهدية إلا لما يكون ناسي نفسه. لو الحلقة دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايز تفرحني سيبلي كومنت، تفاعلكم بيفرق معايا.